في الفترة الأخيرة دي شفنا ناس كتير بيتقبض عليهم بسبب تهمة مخالفين لقيم المجتمع. هي ايه أصلا قيم المجتمع دي؟ أنا بقى عندي حل لمشكلة قيم المجتمع دي من خلال لعبة أنا عملتها. اللعبة دي بكل بساطة بتكون بين الأهل وأولادهم، ومن خلالها بيبتدوا يعلموا الطفل الصغير ده يعني ايه قيم أصلا من البداية، عشان لما يكبر يبقى عارف هو من نفسه مين بيخالف قيم المجتمع ومين ما بيخالفهاش. فدي لعبة هي أصلا كانت الفكرة بتاعتها أصلا اللي جات لي إن هو لما الأهل ما بيقضوش وقت كفاية مع أولادهم فبتحصل مشاكل، والأولاد دي بيكون عندهم مشاكل عاطفية بقى وحاجات كتير نتيجة إن الأهل ما بيقضوش وقت مع أولادهم، فبتخلق مشاكل كتير جدا. فكان الفكرة إن أنا أعمل حاجة تخلي فيه علاقة أسرية قوية، وفي نفس الوقت تعلم الطفل إيه هي القيم، عشان مش أي حد يقول له أي حاجة يضحك عليه او يضحك عليه باي معلومه غلط وتكون مخالفه للقيم بتاعتنا وعاداتنا والكلام ده كله. فهي اللعبه بكل بساطه عباره عن كروت. الكروت دي كل كارت على الظهر بتاعه فيه مقوله، من خلالها بيتعلم قيمه معينه او حاجه زي ان انت تكون صادق، ما تنافقش، تحب غيرك، تساعد، والكلام ده كله. واللعبه دي بيبتدي تلعب عليها من خلال كروت وخلال بورد. فهي دي لعبه يعني كانت حاجه مني كده، دي كان مشروع تخرجي اصلا، ان انا اقدم شيء او اترك اثر في غيري واساعد غيري بلعبة بسيطة، وفي نفس الوقت تكون تعمل شيء كويس للمجتمع يعني. فهي دي بقى اللعبة بتاعتنا، تعالى نشوفها بقى. دي الكروت بتاعتنا، وكل كارت من الكروت دي على ظهره المبدأ او المقولة اللي احنا عايزين نعلمها لابننا. وطبعا لما الاهل هم اللي بيعلموا ولادهم مبادئ الحياة وبيشوفوا اهلهم قدوة، دي بتفرق جدا في نفسية الطفل. ومش هتبقى مجرد بس هي لعبة ترفيهية، لا ده كمان لما الاهل بيقضوا وقت مع ولادهم بيشبعوا للطفل والابن كل احتياجاته النفسية، فمش هيروح يدور عليها بره. وبالتالي المشاكل اللي بتحصل بناء عن ان الاولاد بيدوروا على الكلام ده كله بره مش هتكون بتحصل. ودي طريقة اللعب بتاعتنا وازاي نلعبها. وبس، انا ابراهيم جوزيف، فنان تشكيلي وبشتغل مصمم جرافيك. شكرا.